العصفور السليم زي ما قلنا، بصوا عينيه، عينه الله اكبر سليمه اهي، التاج مظبوط الله اكبر زي الفل، العصفور بيفرك في ايديك. الانثى بتلاقي الجزء الابيض ده، الهرم المثلث ده بتلاقي ابيض كده فيه تجزيعات بالاصفر خفيفه قوي. في ناس بتبص من تحت الجنيه ده عندنا اهو، ده شكل العصفور اهو. احنا كده ماسكين العصفور، بس هدي نفسك معلش، انا مش، انت ما تبقاش دايس على رقبته خالص. بسم الله، اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده. في الفيديو ده هنعرف مع بعض الفرق ما بين الذكر والانثى في عصافير الكوكتيل. نزلت قبل كده انا سوق الجمعه اول ما ابتديت تربيه عصافير واتضحك عليا في عصافير اشتريتها، كانت كوكتيل، اشتريتها اول ما جت العصافير ماتت عندي تقريبا بعد 24 ساعه. علشان كده في الفيديو ده هلفت نظرك لكام حاجه لما انت نازل تشتري عصافير كوكتيل لازم تاخد بالك منها، عشان الحاجات دي انت ممكن تشوفها من غير ما تمسك حتى العصفور، وهقول لك ازاي لو تعرف تمسك العصفور تتاكد منها علشان تشتري عصفور سليم وما يكونش فيه اي مرض ولا فيه اي عيب. قبل ما ابدا الفيديو اتمنى انت ما تنساش تعمل لايك سريع وتشترك في القناه وتفعل الجرس. يلا بينا نبدا الفيديو مع بعض، يلا بينا. مبدئيا لو انت ما بتعرفش تمسك العصفور انا هقول لك، يعني هنشوف الاول خطوه لو انت ما بتعرفش تمسكه خلاص وعايز تشوفه جوه القفص. ثانيا هعلمك ازاي تمسك العصفور اصلا المسكه الصح. ثالثا هعلمك ازاي تتاكد من العصفور لو انت عرفت تمسكه. مبدئيا بص كده، العصفور بتبص على وشه، يعني مثلا تعالى هنا كده بتبص على وش العصفور. لو لقيت وش العصفور سليم، عينيه فاتحه تمام، بص يعني ده مثلا ده الذكر اهو، بص هو لوحده صفر. لو انت واقف لقيت حاجه بتصفر كده ده كده ذكر، تمام. مش شرط ان ما بيصفرش ينتهي، دي معلومه ثانيه. يعني ممكن الذكر يبقى واقف وساكت عادي، يعني ممكن الذكر يبقى واقف وما بيصفرش عادي، انما اللي قدامنا ده هو بقدرا كده هو لوحده ايه صفر، تمام. فدي اول نقطه. ثاني نقطه بتبص على العصفور. انت اول حاجه قلنا بصينا عليها، بصينا العصفور واقف تمام صحته، بص ده كده دول هنا بيفكوا جناحاتهم كده، تمام. تاني حاجه لو انت واقف، لو انت دخلت على العصافير وبتشتري، لو لقيت الراجل اول ما انت دخلت تشتري اما خبط لك على القفص كده هو بيخض العصافير عشان العصافير تتحرك بخوف مش حركه عاديه، فدي حاجه تقلقك. تاني حاجه بص على التاج، العصفور اللي بتلاقي تاجه واقف كده ومظبوط كده ده عصفور سليم ومش مريض وما فيهوش اي حاجه. دايما العصفور المريض بتلاقيه كمشان في نفسه وقافل عينه ومنايم التاج بتاعه لورا وحالته ما يعلم بها الا ربنا. تالت حاجه واخر حاجه بتبص على العصفور من تحت هنا كده مكان الفضلات. لو لقيت مكان الفضلات زي ما انت شايف هنا كده، لو لقيته نظيف والموضوع تمام خلاص زي الفل. لقيته ملحوس عليه بقى عليه فضلات لازقه او عليه لون اخضر او حاجه زي كده، ده كده عصفور مريض او فيه مشكله، وابعد عنه فورا عشان العصفور دوت هيموت على طول، تمام. يا اما تشتريه وتعالجه بقى لوجه الله، بس تبقى برضه فاهم. خلونا دلوقتي بقى نشوف لو بنعرف نمسك العصفور نمسكه، لو ما بنعرفش نمسك العصفور بنمسكه ازاي الطريقه الصح، ونشوف بنبص على العصفور ازاي بقى وهو في ايدينا. اولا انت بتدخل ايدك بتمسكه بدول كده، يعني بتقوم ماسكه يعني بتمسكه من دماغه كده وتخلي ايديه كده. خلونا نمسكه مع بعض. كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده ادي ده عندنا اهو، ده شكل العصفور اهو. احنا كده ماسكين العصفور، بس هدي نفسك معلش، انا مش، انت ما تبقاش دايس على رقبته خالص، هو بس ده بيفرك. بتلاقي الذكر فركته اقوى من فركه الانثى بكتير، يعني الذكر الله اكبر، بص ده ذكر اهو الله اكبر، بتلاقيه عنيف وفركته اقوى من الانثى بكتير، تمام. بتبص تحت هنا مكان اللي فتحه اللي هي المجمع، لما بتلاقي اولا الذكر بتلاقي عنده الجزء اللي تحت ده لونه ابيض تماما، شايفين كده اهو، الذكر لونه ابيض خالص، مش اسمه ايه بس ما تخافش، الذكر بتلاقي ده لونه ابيض مش متجزع بالاصفر. الانثى بتلاقي الجزء الابيض ده، الهرم المثلث ده بتلاقي ابيض كده فيه تجزيعات بالاصفر خفيفه قوي. في ناس بتبص من تحت الجناح، بس من تحت الجناح ملهاش لازمه، لان يعني دي اوقع، دي بتكون مظبوطه اكتر وبتكون اسهل بكتير بدل ما تحتاج تفرد العصفور. انت بقى عايز تطمن العصفور، العصفور في ايديك اهو، وعايز تطمن عليه تشوف هل العصفور ده سليم ولا فيه مشكله. انا بس نعدل الموبايل معلش. عايز تشوف هل العصفور سليم ولا فيه مشكله. العصفور السليم زي ما قلنا، بصوا عينيه، عينه الله اكبر سليمه اهي، التاج مظبوط الله اكبر زي الفل، العصفور بيفرك في ايديك. العصفور لو مسكته لقيته مسلم في ايديك فدي حاجه مش حلوه. بص العصفور الله اكبر عمال يفرك في ايديك. في ناس بتقول لك تحديد الذكر والانثى بيكون من الخد، بتشوف الخد كده، لو الخد عليه البقعه الاورنج دي غامقه فده ذكر والفاتح انثى، الكلام ده مش مظبوط وسيبك من الكلام ده، بس هدي نفسك، تمام. هدي نفسك بس مفيش حاجه. بس دي الحاجات كده الاساسيه. بتراجع على صوابع رجليه، بتاكد ان الصوابع، العصفور عنده صباعين قدام وصباعين ورا، تاكد ان الضوافر سليمه اهي، تاكد ان كل صباع فيه الضفر السليم بتاعه، بتاكد ان العصفور ماسك نفسه، العصفور صحته حلوه، تمام. دي الحاجات اللي انت بتتاكد منها، وبعد كده تبدا تتفاوض في السعر، بتكون انت متاكد ان انت معاك عصفور سليم وزي الفل ان شاء الله. خلونا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشوف بقى تحديد، هنطلع الانثى ونشوف تحديد الذكر والانثى جنب بعض، نشوف الاثنين جنب بعض، ونشوف فيديو بقى لتجهيز العش بتاعهم، لان خلاص الموسم شغال دلوقتي واحنا جهزنا لهم المكان. انا كان المكان ده كنا خايفين من الصقور قبل كده، في هنا تنزل، فانا قفلت لهم المكان من فوق اهو، فالمكان اصبح جاهز دلوقتي العصافير هي تنزل. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.